السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. لبس العيد بتاع سلوكة واحنا رايحين. طبعا ده لبس تاني غير اللبس الاولاني. اللبس الاولاني جه عند الحنفية، بوظت الحنفية، كان في خرطوم هنا وغرق كل الدنيا دي، وقع فيه، صح؟ مش انت غرقت الدنيا بالحنفية دي؟ صح؟ المهم كل سنة وانت طيب يا زميلي. والكاوتش بتاع سلوكة بص تكنولوجي. سلوته هو الله اكبر عليه، احسن واحد فينا اهو، صح؟ كاوتش بص وانا الاوت فيت بتاعي وطقمطق في العيد عرباوي اهو. حبينا نشارككم فرحة العيد. يلا نشوف حصل ايه. وزي ما انتم شايفين جنة هتغلطنا، بقالها ساعة بتلبس. يلا يا جنة ماشي ايه بس؟ بقالك ساعة، ده انت باردة. قبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. هنروح نصلي ماشي؟ الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان. أتى رمضان وذهب، وسيأتي يوم القيامة شاهدا لنا أو علينا. نسأل الله أن يجعل رمضان هذا العام شاهدا لنا لا علينا. أتى رمضان وذهب سريعا ونشتاق إلى طلعته، وها نحن اليوم نودعه. ولا تتعجبوا فإن ذلك من أشراط الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يعني قرب قيام الساعة هناك شيء يسمى تقارب الزمان، نزع البركة من الوقت. لن تقوم اليوم ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرنة بالنار، يعني كالهفوة أو اللحظة. فلا تتعجبوا فإن رمضان الذي نشعر أنه لم يمكث معنا إلا أسبوعا واحدا، هذا من أشراط الساعة أن تنزع البركة من الأوقات، وكل ذلك يأكل في أعمارنا ويأكل في أوقاتنا. أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يفضل ولا نفلا منهم أن عاهدت في رمضان وأنت قاطع لرحمك، فاعلم أن أعمالك معلقة لم تقبل ولم ترد. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى فيغفر لجميع خلقه إلا المشركين. أبدا إذا كنت ظلوما واقعا بيض فمثل جبالها هباء منثورا. ففزع الصحابة أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حالهم: قال هم منكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويتصدقون كما تتصدقون، لكنهم قوم إذا امك راحت فين يا ولد؟ خد يا انس، تعال صور معايا. يلا تعال نصور، تعال يا جدع. يا سلوته بس يا انس، ورينا البتاع الحلوه بتاعتك دي بتاع فلسطين. يلا يلا صوري معايا يا جدع. سلوته